بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم ممدوح عبد المجيد احمد، مدير مدرسة الكورة بنادي النصر الرياضي. والمدرسة دي يعني مسؤولة عن تفريغ الناشئين والبراعم لفرق النادي بالكامل. والحمد لله السنة دي يعني صعدنا لاعبين كتير قوي على مستوى البراعم بالكامل. منهم على سبيل المثال لاعب اسمه محمد سعد، ده هيكون جامد قوي في الكوره. ولاعب تاني اسمه محمد عنتر، ده هيكون مفاجأة الكرة المصرية بالكامل ان شاء الله. وهو مواليد 2003 لكن يمتلك مهارات قوية جدا. والحمد لله صعدنا فرقة لاعبين لبراعم 2000 و2001 و99 و98 و97. وان شاء الله يعني المرحله الجايه دي باذن الله هتكون يعني في اكتر من كده. وده طبعا بمساعده مدير الكوره الكابتن هشام قطب، ومعاه طبعا مجلس اداره بالكامل وعلى راسهم الكابتن عمرو عبد الحق. انا ما بقولش دكتور عمرو عبد الحق، انا بقول كابتن عمرو عبد الحق لانه لعيب كوره في الاصل، وهو من الجيل بتاعي اللي انا اتشرفت لعبت معاه، وهو لعب معايا في فرقه واحده جيل التسعينات بنادي النصر الرياضي. وكان معانا طبعا المدير الفني الفريق الاول الكابتن سيد عيد، ومدير القطاع الناشئين الكابتن محمد عبد الفتاح كفته، وطبعا مدير المباراعم الكابتن احمد علي. وطبعا كلنا كنا تحت قياده الكابتن هاني امين اللي هو الاب الروحي بتاعنا وبتاع المدربين كلهم. وان شاء الله طبعا النادي اتغير تغير تام من ساعه ما تولى الدكتور عمرو عبد الحق مسؤوليه رئاسه النادي. النادي كان زمان، انا بقالي 31 سنه في النادي. النادي كان عبارة عن سور وجوه تراب. دلوقتي كل بقى مفخرة للناس. الواحد كان بيتكسف في الاول يقول انا في نادي النصر، لكن دلوقتي الواحد بيتشرف ان هو في نادي النصر كرويا واجتماعيا وكل حاجة. يعني دلوقتي على صعيد الكورة حتى الفريق الاول اهو بينافس كل سنة، وعلى مستوى الناشئين والبراعم ما شاء الله. يعني احنا بننافس اهلي وزمالك دلوقتي، زي ما كناش بنطلع الاول بنطلع الثاني بنطلع الثالث، لكن الحمد لله بقينا فرق قويه جدا من براعم الناشئين. فريق اول الحمد لله، والفريق الاول اهو واصلين دور الثمانيه في كاس مصر طبعا بمجهود الكابتن سيد عيد والجهاز اللي معاه، وهم بردك لعيبه الجيل بتاعي كابتن عبد العاطي والكابتن نافع. وان شاء الله باذن الله تعالى هيكون في احسن من كده كل سنه يعني باذن الله. وطبعا النهضه اللي معموله في النادي دي بالكامل من انشاءات وملاعب. الملاعب زمان كنا بنلعب على تراب، دلوقتي زي ما انتم شايفين الملاعب ما شاء الله احسن من استاد القاهره، مش عايز اقول يعني، يمكن من احسن الملاعب في مصر. وطبعا كل ده بمساعده الدكتور عمرو، وهو وفر للمدرسه بصراحه، هو والكابتن هشام قطب وفروا المدرسه كل احتياجاتهم، وسايبين لي المسؤوليه بالكامل. ما بيتدخلوش في حاجه الا اذا كنت انا عايز حاجه، غير كده ما بيتدخلوش فيها خالص نهائي. لكن بيوفروا لنا جميع الادوات من كور، من ملاعب، من وقت للتدريب. والحمد لله مدرستنا دلوقتي تعتبر من اقوى المدارس في مصر مش في القاهره. يعني في الصيف بيجي لنا مش اقل من 3-4 آلاف لاعب، وفي خلال الشتاء اللي هو المفروض يعني الناس ما بتجيش بتاع عشان الدراسه الامتحانات، لكن الحمد لله لغايه اللحظه دي اللي انا بكلمكم فيها على وشك امتحانات اخر السنه اهو، الحمد لله العدد كبير جدا. ومع ان المدرسه بتاعتنا باقل دخل باقل اشتراك، يعني اشتراكنا ضعيف جدا بالنسبه للانديه الثانيه، ومع ذلك الحمد لله في طفره جامده جدا في المدرسه من الناحيه التنظيميه، من ناحيه الحمد لله الناشئين والبراعم اللي احنا بنكتشفهم. لان النادي بيعتمد على ان احنا عايزين لعيبه مش عايزين دخل، والحمد لله بيتحقق المعادله الصعبه دي، الدخل واللعيبه الحمد لله.